بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، كيف أحوالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. دائما مع الوصفات، اليوم جبت لكم صبلي الوردة اللي راه داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. راح تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عندي 250 جرام من الزبدة أو المارغرين، عندي 4 ملاعق من الزيت راح نخلطهم مع الزبدة. نضيف أيضا كأس من السكر، جلاس كأس إلى ربع، ونزيد أيضا نضيف 2 ملاعق من الكاكاو. الكاكاو يكون من نوعية المليحة ماشي المر، يكون حلو. ونضيف أيضا 2 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ونخلط هذه المكونات مليح حتى تنسجم مع بعضها البعض، وتخلطون مليح هذا الخليط ويصبح خليط كريمي. نكمل نخلط الخليط تاعي درك أو أصبح مثل الكريمة، نحي الباتور باش نستعمل يد. دوك نضيف الفرينة بالتدريج، ونزيد ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى، ونخلط هذه المكونات مع بعضها البعض حتى نتحصلوا على عجينة طرية. نضيفوا الفرينة بالعقل برك باش العجينة تاعنا ما تيبسش وتصبح واعرة للخدمة. هكذا نزيد نخلط بأصابع الأيدي الفرينة، ما نعجنوش العجين تاعي، الصبلي ما يتعجنش، هكذا بأصابع فقط الأيدي. العجينة تاعي تقريبا وجدة، يخص لها شوية برك من الفرينة. راح نطمها هكذا بأصابع اليد كما تشوفوا في الصورة وفي الفيديو، هكذا حتى تجمع لي هذيك الفرينة وتدخل في العجينة. وهذا هو قوام العجينة تاعي، شوفوا كيف ما هاجة رطب. وهذا عندي عطر القهوة، راح ندقها بعطر القهوة. أنا كنت نسيته في البداية، وانتم ديروه في البداية مع البيض. هكذا ندخل هذاك العطر داخل العجينة، ونروح نجيب ساشي باش نبسطو هذه العجينة. جبت الساشي وراح نوضع فيه العجين تاعي، لأن الساشي سهلنا من عملية بسط هذا العجين، أحسن من الفرينة، وخاصة للمبتدئات باش ما تيبس لهمش العجينة تاعهم. هكذا شوفوا كيف ما تتبسط بسرعة، يعني ما كانش فيها أي مشكل. نكمل نبسط هذه العجينة مليح بسمك متوسط. هنايا جبت مول دائري، راح نقسم هذه أو نطبع هذه العجينة تاعي بهذا المول الدائري، نطبع جميع هذه العجينة هكذا كما تشوفوا في الصورة. ننزع زوائد العجينة باش ما تجينيناش كي نهزو هادوك الدوائر اللي قطعناهم، هكذا ونحطوهم جانبا باش نزيد نديرهم أيضا دوائر. هكذا نكمل هكذا ونهز بلاكوبات نحطهم في طبق الفرن، يكون مرشوش بالفرينة كما تشوفوا هكذا. ونكمل هذه العملية بنفس الطريقة حتى ننتهي من جميع الكمية اللي عندي. 125 من الزبدة، عندي 3 ملاعق من شوكولاتة طلاء، عندي 2 ملاعق من الكاكاو. نخلط المارغرين مليح جيدا حتى يرجع لنا كريمة، باش يتنحلنا هذاك
المذاق تاع الزبدة باش ما نحسوش بالزبدة داخل هذه الكريمة. نضيفو 3 ملاعق من شوكولاتة الطلا، أي شوكولا تحبوها هكذا، ونحركها أيضا مليح، ونضيفو 2 ملاعق من الكاكاو. الكاكاو يكون حلو ماشي هذيك الأسود. نخلط هذه المكونات مع بعضها البعض حتى نتحصلوا على كريمة عقدة كما تشوفوا في الصورة متماسكة مع بعضها البعض. بعد ما طاب الكاطو تاعي حطيت الكريمة اللي درناها كريمة الزبدة بذوق الشوكولا في لابوش. دركا حنوضعها في فوق الكاطو تاعنا، وفي الوسط نديرو كراميل هكذا كما تشوفوا. نكملو هذو الحبات كامل بنفس الطريقة حتى ننتهي من جميع هذه الكمية. نحيلها الزائد من الكريمة من الجوانب ونوضعوها في الصحن وندخلوها للثلاجة باش تبرد، باش نقدروا نديروا الكلاصاج، لان لو كان ما ديروهاش في الفريجيدير راح تغبنكم في كي ديروا الكلاصاج تاعكم تاع الشوكولا. هذه هي الشوكولا تاعي، انا ذوبتها في حمام مائي مع درت لها الماء باش تذوب، ما درت لهاش الحليب، درتها الماء احسن باش تذوب لنا في حمام مائي. حتى خليتها حتى ذابت وبديت نقلاصي الكاطو تاعي هكذا كما تشوفوا في الصورة. الصورة يعني واضحة توضح كل شيء. نحي شوكولا مليح من هذه الحبة باش تتقطر لنا هكذا، ونوزعوها هكا بالفرشيطة. نكملو نزيدو حبات أخرين حتى بنفس الطريقة حتى ننتهي من جميع هذه الكمية اللي درناها. نكمل نقطر هذه الشوكولا مليح هكذا كما تشوفوا حتى ننتهي. أنا عند هذه الوردات اللي راهم تندوس هذا العام اللي عندهم المول تاعهم تاع الوردات، أنا ما شريتش المول، شريتهم هكذا جاهزين. تقدروا تشريو المول تاعهم وديروهم بالشوكولا. درت الشوكولا في حبة الحلوى ولصقت هذه الوردة، جا شكلها رائع مليحة للمناسبات وأيضا للأعياد والأفراح أيضا. نكمل هذه الكمية بنفس الطريقة، نوضع القليل من الشوكولا فوق هذه الحبة هكذا باش تقدر الوردة هذيك تتلصق لنا وما تنزعش من فوق الحبة. نكمل هذه الكمية المتبقية حتى ننتهي منها بالكامل، وراح تلقونا في طبق التقديم. وهذه هي الحلوى تاعي بعد ما اكتملت من التزيين. شوفوا جت رائعة جدا. درت حلوى الوردة وفي نفس الوقت اللي تبقى لي درتها بهذاك المول تاع ترانسفير اللي فيه مكتوب عيد مبارك. درت له شوكولا بيضاء ذوبتها في حمام مائي بدون إضافات في المجمد مدة 5 دقائق فقط، ونزعتها ووضعتها فوق الحبة. درت لها أيضا الشوكولا باش تلتصقنا فوق هذه الحبة تاع القطو. نتمنى أنه القطو تاع اليوم عجبكم ونال إعجابكم وتحضروه لمناسبتكم العائلية. نقولكم نتمنى أنه المشاهدين الجدد يابونوا في قناتي هبة من البوكويزين بالضغط على زر لايك وأيضا أبوني باش يلحقهم كل جديد. نقول المشاهدين الأعزاء صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، وكل الشعب الجزائري وأيضا الأمة المحمدية. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نتمنى أنه الفيديو تاع اليوم عجبكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.